بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يوم سيء للكرة المصرية. كل النتائج سيئة، كل النتائج سلبية. منتخب الشباب طبعا فضيحة. المنتخب الشباب في بطولة أفريقيا، وخروج من الدور الأول وخسارة كبيرة أمام السنغال. خسارة الزمالك من الترجي التونسي في تونس، وصعوبة موقف الزمالك، أو يعني الزمالك عايز معجزة عشان يصعد إلى دور الثمانية في بطولة أفريقيا. وتعادل تعادل الأهلي مع سان داونز 2-2. والأداء برضه هنتكلم النهاردة، الأداء مش كويس في النادي الأهلي، وأخطاء كتير النهاردة في الفريق، وبرضه صعوبة موقف الأهلي في الصعود لدور الثمانية من مجموعة الأهلي بعد التعادل مع سان داونز في القاهرة. هنتكلم في الثلاث مواضيع، بس حابب أبدأ بمنتخب الشباب. إن منتخب الشباب النهارده شكل وحش جدا امام السنغال. كان واضح طبعا من بدايه البطوله ان المنتخب مش هيعمل حاجه في البطوله، حتى من اول مباراه امام موزمبيق والتعادل السلبي 0-0 مع موزمبيق، اضعف فرق المجموعه. وبعدين الخساره من نيجيريا 1-0، والخساره النهارده من السنغال 4-0. طبعا المنتخب مفيش اداء، مفيش اي شخصيه للمنتخب الشباب، مفيش اي شغل فني تكتيكي او هجومي او دفاعي بيتعمل. يعني مفيش معالم واضحه لفريق منتخب الشباب في الملعب. يعني ما تحسش ان في جمله مكرره، في شغل معين بيتعمل. طبعا يعني عندنا مشكله في مصر في قطاعات الناشئين وفي الشباب في المراحل السنيه الصغيره، ان ما بيتمش التعاقد مع مدربين مميزين عشان ياسسوا الولاد دول. يعني دايما على مر التاريخ في مشوار منتخب مصر، او في تاريخ منتخب مصر، لما بيكون عندنا منتخبات صغيره، منتخبات ناشئين وشباب صغيره، بتلاقي عندك منتخب كبير كويس. يعني لما نيجي نتكلم مثلا على الجيل، هقول بقى من الثمانينات، من سنه 81 كان عندنا الجيل بتاع منتخب مصر للشباب مع الكابتن هاني مصطفى في استراليا، كابتن علاء ميهوب وكابتن طاهر ابو زيد وكابتن خالد القماش. بقى بعد كده عندنا منتخب جامد في افريقيا 86 وخدنا البطوله في مصر. الجيل بتاع كابتن شوقي غريب، حسام غالي وجمال حمزه، خدوا ثالث افريقيا ولعبوا كاس عالم شباب في الارجنتين في 2001 وخدوا المركز الثالث. الجيل بتاع كابتن حسن شحات، حسني عبد رب واحمد فتحي وعمرو زكي وعماد متعب والله يرحمه محمد عبد الوهاب. لما الولاد دول اتعمل منتخب قوي وكسبوا بطوله افريقيا في بوركينا فاسو، وبعدين لعبوا كاس عالم للشباب وعملوا ماتشات كويسه جدا وخرجوا من دور ال 16 امام الارجنتين بالهدف الذهبي ساعتها. الاجيال دي كلها لما بتكبر بتبقى عندنا منتخبات قويه. كابتن ربيع ياسين، الجيل بتاع كهربا وتريزيجيه ورامي ربيعه، برضو خد بطوله افريقيا معاهم للشباب في الجزائر. الجيل بتاع كابتن ضياء السيد في كاس العالم في كولومبيا، محمد صلاح وحجازي ومحمد ابراهيم وعمر جابر. الجيل ده كله كان، والنني كان جيل مميز جدا، ودلوقتي بقوا لعيبه في منتخب مصر الاول. يعني اللي انا عايز اقوله ان احنا ما عندناش تخطيط. اختيار المدربين مفيش معايير عندنا. شفنا شكل منتخب الشباب طبعا عشوائي جدا، مفيش شخصيه للفرقه، مفيش شغل داخل الملعب، ولا بنهاجم ولا بندافع. اتغلبنا 4-0 امام السنغال، نتيجه طبعا كبيره جدا على ارضنا في مصر واحنا اللي منظمين البطوله. مشوار الجيل ده مشواره انتهى في المنتخبات. خلاص منتخب 2003 ما عندوش بطولات تانية، ان طبعا خروجه من الدور الاول في افريقيا. فانا بقول ان لازم يبقى عندنا خطه واستراتيجيه، واتحاد الكره يبقى فيه معايير لاختيار المدربين، ما يبقاش اي مدربين وخلاص يكونوا ماسكين المنتخبات الوطنيه، ان هي المنتخبات الوطنيه دي هي اللي بعد كده مستقبل الكره المصريه. فطبعا يعني الواحد زعل جدا وشفنا اداء سيء جدا، رغم ان لعيبه منتخب الشباب عندهم لعيبه كويسه وعندهم لعيبه عندها قدرات كويسه. بس رأفت خليل وايشو ويوسف حسن ولعيبه كتير كويسه جدا، والعسقلاني وعمر فايد وعمر الساعي ومجموعه، وماجد هاني، لعيبه كويسه جدا، واحمد نادر السيد ومصطفى مخلوف حارس المرمى، لعيبه مميزه جدا، لكن عندهم قدرات فرديه. لكن في وسط الجماعه عايزين مدربين كويسين وعايزين يتاسسوا بشكل كويس، عشان بعد كده يبقى عندنا منتخب مميز زي ما حصل قبل كده مع منتخبات كانت صغيره وتاسست بشكل كويس. الله يعني ايام بقى الله يرحمه كابتن سمير زاهر
واللي هو حرب الدهشوري لما كانوا بيختاروا مدربين جامدين يمسكوا منتخبات الشباب. فطبعا كارثه، ومحتاجين بقى يعني تخطيط زي الالعاب الاخرى، زي الهاندبول وزي الباسكت اللي وصل كاس عالم وبنهنيهم. في اتحادات بتخطط بشكل كويس جدا، ولكن عندنا منظومه كره القدم محتاجه تغيير. نسيب المنتخب الشباب والخروج من الدور الاول ونروح للزمالك. انا يعني النهارده بصراحه فيريرا كان مرعوب من الترجي التونسي. النهارده فيريرا بيلعب بشكل دفاعي، حاطط 7 بيدافعوا النهارده في نادي الزمالك، يعني بيلعب ب3 في خط الظهر، عبد الغني وحسام عبد المجيد والمسلوسي. قلنا ده اوكي، احنا اتكلمنا في الكلام ده امبارح وقلنا اوكي. حاطط بقى ناحيه اليمين عمر جابر وناحيه الشمال عبد الشافي، رغم ان سيد نيمار كان كويس جدا الفتره اللي فاتت، مش عارف قعد ليه سيد نيمار. وفي نص الملعب بيلعب بنبيل عماد دونجا وعمرو السيسي. ال7 دول بيدافعوا، وكمان يعني يا ريتهم بيدافعوا كويس. النهارده شفنا فريق الترجي بيوصل لمرمى الزمالك بسهوله وبيجيب جونين وبيضيع فرص في الشوط الاول كانت ممكن النتيجه تبقى اكبر من كده. مفيش خالص تكمله هجوميه من نص ملعب نادي الزمالك، الكره مقطوعه على طول. كنت اتمنى ان سيف فاروق جعفر يلعب جنب نبيل عماد دونجا عشان يبقى عندنا تكمله لعيبه نص الملعب تقدر تكمل وتهاجم مع سيف الجزيري ومع احمد سيد زيزو. كنت اتمنى ان شيكابالا يبقى احتياطي وينزل في الشوط الثاني عشان يقدر يعني يشتغل بشكل كويس. ان بدايه المباراه بالنسبه لشيكابالا مع الترجي في تونس وجهد بدني وكلام هيبقى صعب جدا. النهارده فرقه نادي الزمالك يعني مفيش اي تواجد هجومي خالص. التشكيله غلط اللي بدأ بيها فيريرا، زي ما قلت لكم حاطط عناصر دفاعيه كتير جدا، يا ريت يعني حتى ال7 دول كانوا واقفين صح او في تنظيم في الدفاع. كان في مشاكل دفاعيه كبيره، وكان يعني فريق الترجي بيوصل من على الاطراف وبيخش من العمق، يعني بيخترق دفاعات نادي الزمالك. وشفنا الهدفين اللي جم في نادي الزمالك، التغييرات اللي اتعملت تغييرات متاخره، مفيش تجانس خالص في التشكيل اللي اتعمل النهارده. يعني انا بقول ان فيريرا كان مرعوب النهارده من الترجي التونسي وعايز يدافع، بس حتى وهو بيلاعب مدافعين كتير ما عرفش يدافع. وطبعا ما شفناش اي تواجد هجومي خالص لنادي الزمالك غير بعض التسديدات لاحمد سيد زيزو، تسديدتين في الشوط الاول. غير كده الزمالك ما كانش ليه تواجد هجومي خالص في المباراه. وزي ما قلت لكم بيدافع ب7 لعيبه، ورغم كده ما عرفش يدافع، وحصل يعني اختراقات كتير من نادي الترجي واحرزوا هدفين. طبعا موقف الزمالك بقى صعب جدا. الزمالك لازم يكسب ال3 ماتشات اللي جايين، لازم يكسب ال3 ماتشات اللي جايين، وده صعب جدا. نتمنى ان ده يحصل، بس المؤشرات اللي احنا شايفينها من اداء فريق نادي الزمالك ما تقولش ان الزمالك هيصعد. وطبعا البدايه من مباراه الزمالك والترجي في مصر، هنا المباراه القادمه الجوله اللي جايه الجوله الرابعه للزمالك، عنده نقطه وحيده من 9 نقط. فالامور صعبه جدا داخل نادي الزمالك، وصعب يعني اتمنى ان الزمالك يصعد. بس اللي احنا شفناه النهارده وخوف فيريرا المبالغ فيه من نادي الترجي، انا يعني لو احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، فيريرا رايح لاعب الترجي في تونس، لازم يبقى عندي انياب هجوميه، لازم العب بتوازن، لازم احط ناس في نص الملعب بتهاجم وبتدافع. لكن اللي احنا شفناه النهارده طبعا مشكله كبيره جدا، وخساره جديده لنادي الزمالك بتصعب موقفه تماما في بطوله افريقيا. نروح للاهلي. انا امبارح حتى قلت لكم في الزمالك يا ريت الزمالك يا رب يتعادل، لان طبعا صعب ان الزمالك يكسب الترجي في تونس. نروح للاهلي. الاهلي النهارده كمان صعب موقفه جدا في بطوله افريقيا بالتعادل مع سان داونز في مصر، ولسه النادي الاهلي هيسافر جنوب افريقيا عشان يلاعب سان داونز. كان عنده القطن الكاميروني المباراه اللي جايه اللي كانت مؤجله، اللي كان الاهلي بيلعب ساعتها في كاس العالم للانديه. مش عارف كولر، انا يعني مستغربه، كولر مصمم انه يلاعب بيرسي تاو مهاجم صريح، واحنا قلنا قبل كده بيرسي تاو يعني ما بينجحش في المركز ده، ما بينجحش ان يلعب مهاجم صريح. شفناه في كاس العالم للانديه ما نجحش، شفناه في ماتش الهلال السوداني اللي فات ما نجحش. لما بيلاعب كهربا او بيلاعب محمد شريف وتحتيهم عبد القادر وحسين الشحات وقفشه، بيبقى الشكل الهجومي كويس للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بيلعب مع سان داونز، فريق كبير، فريق قوي، فريق سان داونز من افضل الفرق اللي انا شفتها السنه دي في بطوله افريقيا. مصمم كولر انه يحط بيرسي تاو. طبعا مفيش اي تواجد هجومي خالص للنادي الاهلي في الشوط الاول. بيرسي تاو قصير، الكور العرضيه كلها متاخده. بيرسي تاو خطورته وهو بيجي من تحت، لكن طول ما هو بيلعب مهاجم وظهره للجون مش هتعمل خطوره. فانا مش عارف ليه يعني كولر بالذات في موضوع بيرسي تاو ده مصمم، رغم ان عنده كهربا وعنده
محمد شريف، والاثنين لما بيلعبوا بيبقوا مميزين جدا، وبيبقى في خطوره هجوميه للنادي الاهلي. طبعا كمان دفاع النادي الاهلي النهارده كان في اختراقات كتيره جدا من فريق سان داونز، وفرقه منظمه زي ما قلت لكم، بيمسكوا كوره كويس جدا، بيبنوا الهجمه من تحت. ساعات لما الاهلي بيضغط ضغط عالي بيلعبوا الكور الطويله وبيقدروا يوصلوا برضو لمرمى النادي الاهلي. كانت مباراه صعبه جدا. كمان النهارده في حاجه حصلت في الملعب حسستني ان كولر مش مسيطر شويه على لعيبه النادي الاهلي. ساعه ضربه الجزاء بتاعت محمد هاني، ضربه الجزاء اللي ضاعت قبليها، المفروض اللي يشوط علي معلول، رقم واحد في تسديد ضربات الجزاء علي معلول. علي معلول لما ما بيكونش فايق ما بيشوطش، انه مضيع الفتره اللي فاتت فما شاطش علي معلول. فمين المفروض بعد علي معلول؟ محمد مجدي قفشه. ومحمد مجدي قفشه مسك فعلا الكوره وكان هيشوط ضربه الجزاء، ولكن راح له محمد هاني وحط لعب ضربه الجزاء واتصدت وبتضيع من اي حد، مفيش مشكله. لكن كولر في المؤتمر الصحفي قال لك ان محمد هاني كان مميز جدا في التدريبات، فعشان كده دخل شاط ضربه الجزاء. لكن رقم 2 مفروض في ضربات الجزاء هو قفشه بعد علي معلول. دي نقطه. النقطه الثانيه تغييرات النادي الاهلي اللي حصلت النهارده في الشوط الثاني متاخره جدا، والاهلي محتاج يكسب، وكان خسران 1-0 لغايه ما عبد المنعم جاب هدف التعادل، وبعدين تقدم حسين الشحات احسن لاعب النادي الاهلي في الفتره الحاليه. ولكن الاخطاء الدفاعيه برضو، يعني النهارده شفنا الهدف الثاني اللي جه في النادي الاهلي في الدقيقه 80 والتعادل فريق سان داونز. الاهلي بصراحه مش عاجبني في افريقيا، وبعدين موقف النادي الاهلي بقى صعب جدا. الاهلي لازم يكسب، لازم يكسب في 3 ماتشات لازم يكسبهم. الاهلي عنده نقطه واحده دلوقتي، ناقص له 4 ماتشات، هو طبعا عشان ليه مباراه مؤجله. لازم يكسب القطن رايح جاي، ولازم يكسب الهلال السوداني هنا عشان يبقى عنده 10 نقط عشان يصعد. ولكن في مشكله برضو، احنا مش عارفين الهلال السوداني هيعمل ايه مع سان داونز، فلازم الاهلي يكسب القطن رايح جاي زي ما قلت لكم، ويكسب الهلال السوداني عشان ده الف ب عشان يصعد، وما يخسرش من سان داونز في جنوب افريقيا. ان المباراه اللي بعد الجايه اللي هي 11 مارس يوم السبت الجاي، الاهلي هيلاعب القطن هنا الكاميروني، وبعدين هيلاعب سان داونز في جنوب افريقيا. فلازم النادي الاهلي الماتشات اللي جايه كلها تبقى نتائج ايجابيه، ولازم يكسب 3 ماتشات القطن الكاميروني رايح جاي، ويكسب الهلال السوداني هنا في مصر عشان يصعد. لكن موقف الاهلي بقى فيه ضغوط على فريق النادي الاهلي في الفتره الحاليه، واتمنى ان كولر يظبط التشكيل، ان بقاله فتره كده بعد كاس العالم الاهلي مش مظبط، رغم الاهلي عمل ماتش كويس جدا مع اسوان لما الاهلي لعب صح ولعب كهربا ولعب الخط الهجومي المظبوط بالنسبه للنادي الاهلي. فانا مش عارف ليه كولر بدا يخترع وبدا يصمم على حاجات ما بتنجحش مع النادي الاهلي، وخاصه النهارده ما عجبنيش بدايه التشكيل ببيرسي تاو كمهاجم. هو انا عارف ان هو النهارده لاعب بيرسي تاو عشان بيلعب ضد فرقته اللي هي سان داونز، نفس الفرقه اللي كان بيلعب فيها بيرسي تاو قبل كده، فقال لك هو عارف طريقه لعبهم، لكن ما نجحتش الطريقه دي، ومش عارف اسباب عدم البدء بمحمد شريف او كهربا، رغم نجاح محمد شريف وكهربا الفتره اللي فاتت، ورغم ان بيرسي تاو كان وحش في ماتش الهلال السوداني. لازم الاهلي يظبط في افريقيا عشان يقدر يكمل في البطوله.